وفي ملف الحرائق كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري عن اندلاع أكثر من 5500 حريق خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي في عموم العراق، مشيرا إلى أنها سجلت انخفاضا بإحصائية الحرائق مقارنة بالعام الماضي. بلغ عدد حوادث الحريق التي حصلت للفترة من 1/1/2024 ولغاية 1/6/2024 5544 حادث حريق خلال الخمسة أشهر الماضية. 5544 حادث حريق. نقارن الحوادث اللي حصلت خلال هذا العام مع نفس الفترة خلال العام الماضي من 1/1 لغاية 1/6/2023. العام الماضي كان عندنا 10,019 حادث حريق، أي خلال هذا العام حققنا نسبة انخفاض في عدد الحرائق تقدر ب44%. حوادثنا خلال الخمسة أشهر الماضية مقارنة بالحوادث خلال الخمسة أشهر من العام الماضي تحقق نسبة انخفاض بمعدل 44%. فيما بلغت عمليات الإنقاذ 165 عملية تمكنوا أبطال الدفاع المدني من إنقاذ في عمليات تقدر ب 165 عملية. نتيجة عمليات الإنقاذ وجهود المديرية العامة للدفاع المدني بكل كوادرها في عموم البلاد وبعمل مهني متميز قامت بإنقاذ مبالغ مالية من حوادث الحرائق بلغت ب 85,900,000,500 محصلة المبالغ اللي تمكنوا الدفاع المدني